اهلا بيكم شوية وش عطاير. النهاردة هنتكلم عن الرسائل والبوستات الكتيرة الموجودة عن فلان خلاص ممكن تبعد عنه. ابعد عن الناس اريح لك، انت محتاج تبقى لوحدك، انت عايز تكون هتبقى مبسوط اكتر. والحقيقة الفكرة دي خلتني ادور احنا هل فعلا مش محتاجين نكون مع بعض وسند لبعض ولا لا؟ وهل وجودي مع حد ده بيفيد التاني ولا بيفيدني انا كمان؟ والحاجة دي خلتني ادور الحقيقة وفي علم النفس، ولقيت اني الفكرة الاساسية ورا وجودنا اولا انسان اجتماعي، هو مخلوق اجتماعي اساسا. وجودنا مع بعض بيكملنا وبيكمل وجودنا وحياتنا واحساسنا بالوجود والمعنى. ولقيت ان وجودنا مع بعض من اهم مميزاته هو الاحساس بالوجود، احساس ان انا موجود، ان انا عايش، ان انا ليا معنى، ان انا ليا رسالة. الحقيقة الوجود ده عشان احسه ليه شروط. ايه الشروط؟ اولا ان انا يبقى عندي انصات جيد. انصات جيد ده معناها ايه؟ ان انا بطلع كل افكاري القديمة، بطلع كل اللي سمعاه عن الناس، بطلع مني جوايا من مشاكلي ومشاعري وكل حاجة، وبقعد اسمع اللي قدامي. لما بسمع اللي قدامي بالطريقة دي انا بسمع اللي قدامي و كأني فاضي وبتملي، مش عشان اخد كل آراءه وادخلها، لا، عشان احس بيه، عشان احس بوجوده، وعشان احس بوجوده. الحقيقة مش بيساعده هو، مش بيساعد التاني في ان انا احس بوجوده فهو يبقى مبسوط، لا، ده بيساعدني انا كمان ان انا ابقى مبسوطة. بيساعدني ان انا ابقى مبسوطة لاني ببقى حسيت بوجودي. احساس الوجود ده مهم جدا، انا مش بس عايش، لا، انا كمان موجود. احساس الحب ده بيجي من احساس ان انا موجود. لو قدرنا نعمل ده انا هستفيد بان انا اكبر لما اسمع بالطريقة دي، وهقدر احب، وهقدر التمس العذر، وهقدر افكر ان اللي قدامي موجوع واقدر اساعده. وبالتالي ده هيعود عليا بان انا احساس بالسعادة واحساس بالوجود وبالمعنى وبالحياة، وهيعود على اللي قدامي بان هو كمان يبقى قادر يعمل ده. وفي نفس الوقت مش بس قادر يعمل ده، لا، ده كمان قادر يساعد غيره، وتبقى دايرة مساعدة، بدل ما احنا عمالين نحبط في بعض ونقول التاني اللي مضايقك ابعد عنه، وانت عايز الناس ليه، خليك قاعد لوحدك، وانت مبسوط اكتر وانت وحدك، والناس اللي حوالينا هم اللي بيضايقونا، انا لو عايش لوحدي مبسوط. الفكرة دي غلط. الفكرة دي مش بس غلط، دي بتمنعني من احساسي بوجودي، بتمنعني من احساسي بان انا ليا كيان وعايش وليا رسالة. الحاجة المهمة اللي عايزة اقولها كمان هي فكرة ان الفيسبوك وكل السوشيال ميدياز مش بتدينا احساس الوجود. اللي بيدينا احساس الوجود هو التواصل الحقيقي بين الناس، تواصلي الوان تو وان، بتخليني انا متشاف وشايف كمان اللي قدامي، فحاسين ببعض. لكن الرسائل والبوستات والميدياز والكلام اللي عن طريق شاشة ده مش ممكن يحسسني بوجودي. اوعى تخسر وجودك وان انت تبعد وتستخبى ورا شاشة. اوعى تخسر وجودك وتبعد عن الناس وتقول الناس متعبة. من فضلك راجع تاني وجودك ومشاعرك بتكون ايه وانت وسط ناس، وانت حقيقي وسطيهم، وبتحاول تفهم هم قد ايه كمان حقيقيين، بتحاول تفهم مشاعرهم حتى لو سلبية، حتى لو وجعوك وأذوك، تحاول تفهم ده بطريقة إيجابية كويسة، وجرب هتلاقي نفسك مبسوط. شوية وش عالطاير.